صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني من الفيديو اللي فات. اسمعوا كده معايا، دي بطاطسايه. تمام، اسمعوا كده بقى الصوت ده، ايه رايكم؟ بصوا بقى، سامعين الصوت؟ عارفين ده ايه؟ ده بديل للدرودس وبطوطس وكل حاجه. يعني انا منعت الاولادي ياكلوا الحاجات دي. معانا 3 بطاطسات، هما هنشوف بقى احنا عملناه ازاي. معانا 3 بطاطسات، هنقشرهم وبعدين ايه، هنسلقهم، هنقطعهم اي تقطيع يعني كاي شكل من الاشكال. ماشي، بس ما تنسوش بقى تعملوا لايك، ولو لسه مشتركتوش في القناه تشتركوا وتابعونا على صفحه البيج عيلة سيما. عايزاكم كده تعملوا جوله في البيج وفي القناه، ويعني وتعملوا شير لاصحابكم. خلاص دلوقتي احنا قطعنا البطاطس وغسلناها طبعا قبل ما نخرطها، وبعدين هنسلقها. حطينا شويه ملح ونسيبها بقى ايه تستوي. هي اتسلقت خلاص وسبتها تبرد، وهنكسر عليها بيضايه. ما لو ما عندكيش هراسه بكعب الكوبايه. تمام، هنهرس البطاطس نخليها ناعمه خالص، بوريه كده ناعمه قوي، ونبدا بقى نكسر بيضايه. خلاص هرسناها، نكسر البيضايه عليها، بيضه واحده بس. ومعانا فلفل، حطينا شويه فلفل اسمر وتوم باودر وبصل باودر، ومعلقتين دقيق ذره، ومعلقتين نشا كبار، وبيكنج باودر. هنقلب كل المكونات الحلوه دي، هنقلبها كويس. خلاص بقى ما ينفعش بالمعلقه، هنقلبها كويس قوي. او ما ينفعش بقى بالمعلقه، نغسل، احنا غاسلين ايدينا وكل حاجه هنقلبها خالص بايدينا. لو في اي حاجه نقلب المكونات. دلوقتي هنعملها بقى زي العجينه. انا خدت ميه من البطاطس اللي انا سلقت بيها، ازقيها. ايوه، زي كأننا بنعمل عجين. لو في اي حاجه كده يعني. تمام، خلاص قلبناها كويس. هنحط بقى بقيه ميه البطاطس اللي احنا سلقناها او ميه عاديه، هنحطها في كيس، ونبدا بقى ايه، حطينا كل المكونات الجميله ديت العجينه الترودس، يعني شبيه الترودس والبطاطس، حاجه سهله وسريعه. هنبدا بقى نقليها في الزيت. شايفين؟ يعني اولادك عايزين بقى تاخديهم ياخدوهم معاهم للمدرسه، لاي حاجه، لو هم قاعدين قدام التلفزيون حاجه كده يتسلوا بيها، بدل الشيبسيات اللي فيها مواد حافظه وكل الهيصه دي. هنبدا بقى نطلعها من الزيت. شايفين الجمال؟ والله بتقرمش وجميله وحلوه قوي. بس انصحكم ان انتوا تاكلوها على طول، ما تقعدوهاش شويه عشان هتبقى مهويه. ادينا انا قلتلكم، انا لازم اكون صريحه معاكم. هنبدا بقى ننزل المجموعه التانية. شايفين؟ جميله وحلوه وهشه وطريه ومقرمشه وجميله جدا. هنبدا بقى نطلع المجموعه التانية، سهله وسريعه ومخدتش مننا وقت. 3 بطاطسات على بيضايه على شويه توابل، دي ذره، معلقتين كبار هرمانين يعني، ومعلقتين نشا كبار نفس الكلام. وقلبنا المكونات، وبعدين حطينا ميه او ميه نعملها زي العجينه، ونبدا نحطها في كيس، وبعدين ننزلها في الزيت. سهله وسريعه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، ولو لسه مشتركتش في القناه تشتركي، وتابعينا على صفحه البيج عيلة سيما. ويا رب يكون الفيديو يعني سهل وسريع ويكون هادف يعني. خلاص هنبدا بقى نقلب الكميه ديت، وتعالوا بقى نشوف الكلام ده. شايفين؟ انا وطيت لكم الصوت ليه هنا مش عارفه. شايفين؟ تعالوا بقى ندوق ونشوف الجمال. شوفوا بطاطس 3 بطاطسات عملوا لنا كميه حلوه وجميله. لو العيال رايحين المدرسه ناخد لهم حبه، قاعدين بيتفرجوا على التلفزيون بيعملوا الواجب ياخدوا لهم حبه كده يعني. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك، ومع السلامه. واستنوني بقى الفيديوهات اللي جايه، وشجعوني. وباي باي. طعمها خطيره وحلوه قوي. باي باي.